مرحبا. اليوم إن شاء الله رح أعمل صيادية. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات يوصلكم كل شي جديد. بحتاج دعمكم كتير ويلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. قطعت البصل جوانح ورح قليهم بشوية زيت نباتي طيب يكون وشوية سمنة. رح حط بهارات للصيادية، كركم، رشة قرفة، فلفل أسود، والملح مقدار الملح، شوية كمون إذا بتحبوا. غسلت الرز الأمريكي وحطيته فوق مرقة السمك. مرقة السمك إن شاء الله بنزلكن إياها حلقة لحالها مع شوربة السمك. بحب حط مع الصيادية زبيب، بقلي معهم زبيب وبحطها مع الرز. بعد ما جبت السمك من التنظيف بغسله وبفركه من جوا بالحامض والملح الخشن، برجع بغسله وبخليه يصفي. رجعت رشيت عليه رشة فلفل أسود ودهنتها شوية زبدة. حميت الفرن من تحت، حطيت السمك بآخر رف من تحت ربع ساعة، وحسب طبعا وزن السمكة. بابا غواص محترف وبيقلي ما طيب تكون السمكة أكتر من 2 كيلو. وهلأ صار جاهز عندي الرز. حطيت سمكة الشعور مثل ما هي والشريمب على الوجه، ورح زينه بشوية مكسرات. عندي لوز رح زينه فيها. كله على الأصول. اذكروني بوصفات شهية من مأكولات ثمار البحر. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.